لو هتعملي بط اول يوم رمضان اعمليه بالطريقه الحلوه قوي دي، مع تتبيله خطيره بجد هتخلي ريحته تقلب لك الدنيا. تعالي نشوف عملنا ازاي مع بعض. اول حاجه هجهز محلول النقع، عشان البط زفرته عاليه فلازم نعمل له محلول. معايا لتر من الميه ومعلقه كبيره من الملح ومعلقه من السكر وعصير ليمونه وشرايح ليمون كده، واي بهارات عطريه عندك بقى، قرفه، ورق لورا، قرنفل، ده كله بيحوش الزفاره، وفي نفس الوقت بيطر الانسجه بتاع البط لما تستوي وتطلع كده ما تبقاش ناشفه خالص، تبقى لحمها طري ومسكر وحلو قوي. يبقى احنا هنسيبها حوالي ساعتين لحد ما نعمل التتبيله. معايا بصلايه كده متوسطه، ومعايا البهارات دي بقى، ملح وفلفل اسود وورق لورا مطحون وجنزبيل ومرق الدجاج برضو حلو قوي بتديله طعم، وكمون وكزبره. هضربهم كويس جدا في الكبه، واضيف عليهم معلقه من الزيت ومعلقه من الصويا صوص ومعلقه من دبس الرمان. الحاجات دي يا جماعه حلو جدا بتخلي معاكي. هبدا اخلطهم كلهم مع بعض بالشكل ده لحد قوام التتبيله ما يبقى بالشكل ده، وابدا انزل بقى. شايفين البطه بعد ما خرجت من محلول النقع لحمها اصلا طري، وتحس ان هي دايبه كده. احنا هنشوي البط مش هنسلقه، فعشان كده لازم بالخطوه بتاع محلول النقع دي هتطر لك الانسجه وتطلع لك البطه جوسي كده وطريه مش ناشفه خالص. هبدا اعمل فيها فتحات كده بسكينه رفيعه عشان التتبيله تدخل في لحم البط، وبقى ابدا افرك التتبيله مع البطه كده. الموضوع ده ياخد معاكي حوالي دقيقه بالشكل ده، بره وجوه كده، عشان تشربي اللحمه بتاع البط من التتبيله. التتبيله دي حلوه قوي، اعمليها على سفره اول يوم رمضان هتعجبك قوي ان شاء الله. هسيبها في التتبيله بقى اقل حاجه ساعتين. ومعايا الاكياس الحراريه ديت، والاكياس الحراريه دي مخصصه للفرن، يعني مش اكياس بلاستيك، لا هي كيس حراري مخصص ان هو يدخل النار، يعني مش دار ولا اي حاجه خالص. ومعايا الكيس ده المقاس الكبير، ممكن ياخد معايا كمان بطايه في قلب الكيس ده. البطه دي تقريبا كانت حوالي 3 كيلو بعد التنظيف. هبدأ بيجي معاها قفال كده، بيجي مع الكيس ده قفل كده، ابدأي اقفلي بيه بالشكل ده. وبكون مشغلة الفرن في الوقت ده على أعلى درجة حرارة، والشبكة على الصاجة من تحت، الشبكة على الصاجة من تحت. ما بعملش أي فتحات في الكيس ولا أي حاجة خالص، بحطه في صينية، ما بحطش مية ولا أي حاجة. وبدخله الفرن، بياخد معايا حوالي ساعة ونص. بتطلع معاكي بالجمال ده، تحفة جدا، ريحتها بجد لوحدها كفيلة إن هي تجوعك يعني. وتطلع معاكي بالشكل ده، لا بنحمرها ولا اي حاجه، عشان بس ندي طبقه مقرمشه كده للبط من فوق. هندهنه بقى بشويه من التتبيله اللي كانت باقيه معانا، او بالصوص اللي خرج من البطه لما كانت بتستوي. دي معاكي شوربه كده، شوربه مركزه جدا، ممكن تضيفي عليها كوبايتين ميه كمان وتغليها على النار. هتطلع معاكي شوربه حلوه قوي وتقدميها بالجمال ده. البط مستوي ولحمه مسكر، وبجد وصفه هايله جدا. جربوها بالطريقه ديت وانا متاكده ان شاء الله انها تعجبكم. البطه هتطلع دايبه معاكي وشكلها حلو. جربيها على سفره اول يوم رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. بس كالعاده ما تنسيش تدعميني بلايك وكومنت حلو منك ومتابعه للصفحه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.